دخلت على الويب سايت بتاع المعهد بيدّي شهادة، ولقيت الclients بتاعتها زي فايزر وأرامكو وclients كبيرة جدًا، فحسيت فعلًا إن الشهادة فعلًا كويسة، وده اللي خلّاني شجّعني طبعًا بخلاف ثقتي بTask إن Task يعني من الأماكن المعروفة اللي بتدّي شهادات، فده اللي خلّاني أبقى متطمن إن الشهادة فعلًا ليها value كويسة. أنا المهندس إسلام إبراهيم، أنا الbackground بتاعتي civil engineer، أنا شغال حاليًا procurement team leader في شركة construction company في السعودية. لمّا جيت كنت حابب إن أنا أطوّر من الprocurement بتاعي وأشوف الشهادات اللي موجودة في الprocurement. كنت حابب بصراحة إن أنا أخُش الSIPS كlevel 4 يعني وأبدأ بيها، بس حسيت الموضوع صعب شوية ومحتاج شوية مذاكرة أكتر وتفاصيل أكتر. فأنا لمّا دخلت الcourse سألت الجماعة بتوع Task الأول، وهُم رشحوا لي الشهادة دي اللي أنا أبدأ بيها اللي هي الCPE. دخلت على الويب سايت بتاع المعهد بيدّي شهادة، ولقيت الclients بتاعتها زي فايزر وأرامكو وclients كبيرة جدًا، فحسيت فعلًا إن الشهادة فعلًا كويسة، وده اللي خلّاني شجّعني طبعًا بخلاف ثقتي بTask إن Task يعني من الأماكن المعروفة اللي بتدّي شهادات، فده اللي خلّاني أبقى متطمن إن الشهادة فعلًا ليها value كويسة، وإن هي الmaterial بتاعتها قوية، وإن هي هتوصّلني باللي أنا المفروض محتاجه في الفترة دي. وفعلًا أنا أخدت الcourse. وبصراحة يعني أنا حتى لو أنا كprocurement عندي الexperience بتاعتي، بس هي أضافت لي حاجات كتيرة ممكن أنا ما كنتش أعرفها. برضه بترتّب حاجات كتير جوّه دماغك، بتخلّيك أنت بتبقى عارف إيه اللي ناقصك. بترتّب لك شوية definitions في دماغك، بترتّب لك شوية حاجات أنت ممكن ما تعرفهاش. فده اللي خلّاني أخدت الكورس وفعلًا استفدت منّه من ناحية الحاجات دي كلّها. حتى برضه بتساعدك أنت لو بتعمل interview موجود في أي شركة، ففعلًا بتفيدك. بتلاقي نفسك أنت مثلًا ممكن تقول بعض المصطلحات وبعض الحاجات الخاصة بالmaterial وإزاي الprocurement وشوية حاجات كده في الprocurement طبعًا اللي إحنا خدناها في الmaterial، بتخلّيك بيبيّن إن أنت قوي وفاهم وعارف وعندك الknowledge. ففعلًا دي سبب اختياري للشهادة الأول، أنا بانصح بيه الناس إن هي تاخده. هيفيدهم جدًا لو أي حد بيstart procurement أو حتى داخل في مرحلة الmanagerial والsenior level، بيقوي الموضوع جدًا. بيعرّفك حاجات كتير ممكن أنت ما تعرفهاش، بيعلّمك إزاي إن أنت تشتغل procurement، بيعلّمك إزاي تعرف تشوف الsuppliers وإزاي تعمل لهم evaluation وإزاي ترتّب حاجات كتير، وإزاي أصلًا تخش برضه ممكن في بعض الpoints اللي إحنا خدناها خاصة برضه بالlogistic وخاصة بالأمور الfinance والتفاصيل دي كلّها والKPIs بتاعة الsuppliers. فهي شهادة كويسة جدًا وأنا بانصح بيها أي حد ياخدها related للprocurement في الsenior والmanagerial level. كان الinstructor بتاعنا أثناء الcourse بصراحة الراجل ما قصّرش معانا في أي حاجة، وكان التواصل بتاعه والشرح بتاعه كان سلس جدًا. وأنا باشكره فعلًا، مش باقول كده كلام وخلاص. وباشكر برضه الteam بتاع الadmins اللي كانوا موجودين معانا والcoordinators اللي كانوا موجودين معانا أثناء الcourse، أستاذ شاهيناز والteam كلّه. طبعًا بيتعاملوا بطريقة بصراحة professional جدًا من ناحية التواصل ومن ناحية الدعم الtechnical أو من ناحية إن إحنا لو محتاجين أي حاجة دايمًا كانوا بيردوا على طول. ودي كانت فعلًا تجربتي مع Task وأنا باشكرهم جدًا، وباشكر team Task بصراحة في التعامل الprofessional بتاعهم. شكرًا ليكم، بالتوفيق، وإن شاء الله نكون معاكم في حاجات تانية بإذن الله. شكرًا.